اخويا منصور. سيد، وحشني يا اخويا. الحمد لله على السلامة يا ما سيد. سألتش على اخوك في السجن ليه يا منصور؟ ما انا ما كنتش اعرف مكانك يا سيد. بالراحة وجعت التاف يا منصور. عشتنا يا سيد يا عتمان يا مغازي. حتى انت سألت على اخوك يا منصور. انا طول الايام دي اما ادور عليك يا سيد وسألت عليك وما عرفتش اوصل لك. بقى انت سيد عتمان المغازي. انت ومين ده يا منصور؟ ده علي اخوك يا سيد، انت نسيته؟ اتغير جو يا علي. ازيك يا علي؟ حتى انت كمان سألت على اخوك يا علي. سبته مرمي في السجن يا علي. يعني انا دلوقتي اعمل ايه يا رب؟ ربنا بلانا في اتنين اخوات، واحد مشكلته مع حلم عسكر والتاني مشكلته مع ابن فود ابو حطب. اسكت يا علي، ما شفتش حاجة يا علي من بهدلة السجن وذل السجن يا علي. خليك انت مع عمك برهام واحلام بنته يا علي. اسكت يا علي. ده انا ما كنتش اما ادوق طعم الزاد يا منصور. كتف اخوك ده زاد وده ميه يا سيد. وبعدين انت لابس الجلابيه بتاعتي ليه يا سيد؟ اما كيف يا منصور كتف اخوك زاد ومية يا منصور؟ كيف يا منصور؟ وانت يا علي لسه ما عندكش حياة تاني تقولها يا علي ولا ايه يا علي؟ وكيف تسد حالك يا علي؟ عايزين حاجه تانية؟ انا هروح اشوف عم برهام. خد يا عاد. سيبه، هو علي كده ما راش غير احلام وعم برهام. هو علي يفضل على طول كده. سيبه خليه يروح. كنت عملت ايه مع ابن فود ابو حطب اللي مطاردك يا منصور؟ لا، مش منصور ابن عتمان المغازي اللي فوق ابو حطب يطارده. انا حميت الثوره ورجالتها بسنين عمري. هيجي حته عيل زي ابن فود ابو حطب على اخر الزمن ويخوف ابن عتمان المغازي. يقطع الثورة على سنين هالسوء. زهقتني يا اخي المسلسل كله. حميت الثورة حميت الثورة. ثورة ايه؟ اتحبست واتبهدلت وقطعت لي هدومي. زي تقول لي ابن عتمان المغازي ومنصور.